مشروبك الدافي ويلا بينا نقعد نتكلم. كلنا بنتكلم عن ازاي نطور من نفسنا ونتقدم، بس قبل ما نعرف ازاي محتاجين نعرف الاول احنا عايزين نغير ايه بالظبط. والحقيقة ان في حاجات صغيرة بنعملها كل يوم بس حرفيا بتخلينا واقفين في مكاننا وبتثبتنا مكاننا، بتخليكي تحسي انك مهما عملتي مفيش اي حاجة بتتغير. فانا النهاردة هقولك على اخطر تصرفات لو عملتيها في يومك فعليا هتثبتك مكانك، هتخليكي واقفة مكانك في نفس النقطة مهما قرأتي كتب تطوير ذات ولا خططتي مليون مرة. ولو بدأتي تبعدي عنها هتحسي بالفرق بسرعة. مهم قوي انك تعرفيهم خصوصا لو مش عارفة تبدأي منين. فمشروبك الدافي ويلا بينا نبدأ. بالنسبة لي قبل ما اعرف انا هطور نفسي ازاي لازم اعرف انا ايه الحاجات اللي بتخليني مش قادرة اطور نفسي، او لو انا هبدأ في رحلة ان انا اعرف نفسي اكتر واكتشف نفسي اكتر واتغير، لازم اكون عارفة ايه الحاجات او ايه الغلطات اللي ممكن تخليني انا مش عارفة اتغير او تخليني واقفة مكاني او تخليني مع الوقت ومع المحاولات بحس ان مفيش حاجة بتحصل. لان خلينا متفقين ان اغلبنا او كتير مننا دايما بعد كل فترة كده بناخد حماسة ونبقى عايزين نتغير وعايزين نبدأ وعايزين نعمل حاجات كتير قوي، وفعليا بنحاول بس بنلاقي نفسنا ما بنتحركش، بنلاقي نفسنا واقفين في مكاننا. فلازم اكون عارفة ايه الحاجات اللي بتخليني واقفة في الزون دي ومش عارفة اتحرك او مش عارفة اخد خطوة لقدام وثابتة مكاني، عشان ابدأ ان انا احط ايدي عليها وابدأ اشتغل عليها واطورها عشان اخد خطوة لقدام. لاني لو فضلت واقفة مكاني عمري ما هقدر ان انا اتقدم. لو فضلت بعمل نفس الحاجات دي كل يوم عمري ما هقدر ان انا اخد خطوة تجاه اي حاجة انا عايزة اطورها في حياتي او ان انا اشتغل عليها. فلازم احط ايدي على الحاجات دي. فالنهاردة هقول لكم على التصرفات اللي ممكن تخلينا واقفين في مكاننا، وده فيديو مهم جدا ان احنا نركز فيه عشان نبدأ نشتغل على الحاجات دي مع بعض في فيديوهات جاية كتير. دايما لما باجي اعمل فيديو من النوعية دي بحب ان انا اكون جنب كده مشروب اقعد اشرب فيه وانا بتكلم معاكم، عشان دايما بيبقى فيه حاجات بتيجي في دماغي كده وانا بشرب، او لوهلة كده بيجي في دماغي فكرة ممكن تفيد قوي في الفيديو ده او في الموضوع ده. فانا جنبي المشروب بتاعي وبشرب فيه كل شوية كده. انتوا كمان خلوا جنبكم المشروب بتاعكم تستمتعوا بيه وانتوا بتتفرجوا على الفيديو وانتوا كمان بتستفيدوا منه. وبالمناسبة انا بقولك دايما خلي جنبك مشروب وخلي جنبك ورقة وقلم عشان تبقي بتركزي كده مع الفيديو بتشربي حاجة وانتي في الوقت ده كل حاجة بتلمسك او كل حاجة بتنور جواكي فكرة او كل حاجة بتحسسك بشعور معين انا بقولها، او كل حاجة بتقولي انا بعمل الحاجة دي. ابدأي اكتبيها، ابدأي دوني، ابدأي خدي نوتس من الفيديو عشان دي هتفرق معاكي كتير قوي لما تيجي تشتغلي وتطبقي بعد كده. خلينا نتكلم بقى على الحاجات اللي فعليا لو بتعمليها في حياتك وفي يومك هتخليكي واقفة مكانك. اول حاجة وهي اكبر حاجة دايما واكبر غلط احنا بنقع فيه وهي المقارنة المستمرة. بتبص لصاحبتك، بتبص للبنات على السوشيال ميديا وتقعدي تقولي في نفسك انا مش زيهم، انا متأخرة، انا مش هقدر اكون كده. بس انتي مش شايفة اللي ورا الصورة اللي ظهرالك. وللأسف ان المقارنة بتحسسك دايما انك اقل، فبتتجمدي مكانك وما بتتحركيش لخطوة قدام. ناهيكي بقى عن كم المشاعر والطاقة السلبية اللي المقارنة هتحسسها لك. قارني نفسك بنفسك من 3 شهور. يعني انا دلوقتي بدل ما اقارن نفسي باي حد تاني حواليا او على السوشيال ميديا اقول انا هقارن نفسي بانجي من 3 شهور، وابدا ان انا اقيم نفسي واشوف انا وصلت ايه، او ابدا ان انا اعمل تقييم كده لنفسي دلوقتي انا حققت ايه وانجزت ايه او لسه، او ايه لسه محتاجه ان انا اشتغل عليه. دي المقارنه الوحيده اللي مسموح بيها. لكن انك تقارني نفسك بغيرك او انك تقارني نفسك ببنات على السوشيال ميديا ده مش هيعمل معاكي اي حاجة ومش هيفرق معاكي في اي حاجة غير ان هو هيفضل مخليكي انت في نفس النقطة اللي انت فيها مش قادرة تتحركي منها، لان انت دايما شايفة نفسك اقل، دايما شايفة نفسك انت بتحطي نفسك في مقارنة مع غيرك، فغيرك دايما بيكون كسبان، او غيرك بيكون عنده نقطة هو كسبان فيها انت بتكوني كسبانة في نقطة تانية. بس دايما بنبقى في المقارنات حاطين عينينا على الحاجة اللي عند غيرنا ومش عندنا الحاجة اللي غيرنا سابقنا فيها واحنا لسه متأخرين. فالمقارنة هي دايما بتثبتنا، دايما بتخلينا واقفين مش عارفين نتحرك، مش عارفين نطلع لقدام. فالمقارنة الوحيدة اللي مسموح لك بيها انك تقارني نفسك بنفسك امبارح او من 3 شهور فاتت، وتبدأي تقيمي نفسك عشان تشتغلي على
نفسك في المستقبل عايزاها تكون ازاي. الخوف من الفشل، للأسف الخوف أحيانا ممكن يضيع مننا فرص وتجارب ممكن إن إحنا نستفيد منها كتير أوي. هو طبيعي لو أنتِ داخلة على أي حاجة جديدة إنِّك تكوني قلقانة، إنِّك تكوني متوترة شوية، بس ده يكون في الrange الطبيعي، ولكن الخوف من الفشل مع الوقت بيكبر لحد ما بيكون شلل، لحد ما بيكون مخلّيكِ أنتِ مش قادرة تتحركي وتاخدي خطوة لقدام عشان أنتِ خايفة. أنا لو عملت كذا خايفة رد فعل الناس هيكون عامل إزاي، أو خايفة أفشل، أو خايفة ما انجحش في الحاجة دي، خايفة مثلًا بابا ممكن يقول لي إيه، ماما ممكن تقول لي إيه، طب رد فعل صحابي هيبقى عامل إزاي؟ ده عبارة عن شلل، هو فعليًا هيشيلِك في مكانِك، أنتِ واقفة مش هتبقي قادرة تتحركي ولا تاخدي أي خطوة لقدام. لازم تكوني فاهمة إن ما فيش حد ناجح ما فشلش أو ما وقعش، وعشان تقدري إن أنتِ تحلي مشكلة خوفِك من الفشل دي ممكن تبدأي تسألي نفسِك إيه أخطر حاجة ممكن تحصل، وابدئي حُطّي plan على إنِّك تقدري تتعاملي مع الحاجة دي لو حصلت، مع إن دايمًا مخاوفنا إحنا بنكون مكبّرين الموضوع أوي على نفسنا، لكن لمّا بنبدأ ناخد خطوة ونعمل الحاجة دي نحس إنه الموضوع كان سهل، أنا ليه كنت مكبّرة الدنيا كده على نفسي، ما الموضوع بسيط أهو. فعليًا ده بيكون شعورنا بعد ما بنجرّب، بعد ما بنخوض التجربة، طول ما أنتِ واقفة برّه على البر وخايفة إن أنتِ تاخدي خطوة عشان تستمتعي بلذة البحر، هتفضلي دايمًا مش حاسة بمتعته، هتفضلي دايمًا حاسة إن أنا لو قرّبت أو أنا لو جرّبت أو أنا لو بدأت، أنا هاواجه صعوبات كبيرة أوي، أنا خايفة أواجه الصعوبات دي، خايفة إن أنا أفشل، خايفة إن أنا أتعطّل، خايفة إن أنا رَد فعل الناس هيبقى عامل إزاي. ده كله عبارة عن شلل، طاقة سلبية، حاجات هتخلّيكِ واقفة في مكانِك، أفكار مش هتحرّكِك، هتفضلي واقفة زي ما أنتِ. فبدل ما تسألي نفسِك لو فشلت، اسألي نفسِك هيحصل إيه لو جرّبت؟ الإجابات هنا هتفرق كتير أوي. من أكتر الحاجات اللي بتخلّينا مش قادرين إن إحنا نعدّي الخطوة لقدّام وهي التأجيل المستمر، أو إنِّك تكوني مستنية الوقت المناسب. إنِّك دايمًا مستنية إنِّك تكوني مستعدة 100% قبل ما تعملي أي حاجة، وقبل كل حاجة بييجي وراها كلمة أنا هابدأ من بُكرة، أو هابدأ من الأسبوع الجاي، أو هابدأ من أول الشهر، أو من أول السنة الجديدة، ودي الحجة اللي إحنا دايمًا بنقول إحنا هنعمل وهنعمل وهنعمل، بس من أول السنة الجديدة إن شاء الله هابدأ. بس الحقيقة إن ما فيش وقت مثالي، وإن ما فيش أي حاجة هتستناكِ إن أنتِ تستعدي عشان تقدري تعمليها، الفرصة يا بنستغلها يا بنضيّعها بتفكيرنا، وفكرة إنِّك مستنية ظروف مناسبة دي مش بتعمل أي حاجة غير إنها بتعطّلِك. التأجيل بيحسسِك بالأمان إن أنتِ كده هتبدئي ومعاكِ وقت، بس في الواقع أنتِ بتتمرجحي مكانِك، لإن الظروف عمرها ما هتكون مثالية لو أنتِ ما بدأتيش، فابدئي حتى ولو بخطوة صغيرة جدًا. التسويف والتأجيل عبارة عن حبل بيكتفِك، بيخلّيكِ واقفة أنتِ مش عارفة تتحركي، إنِّك بتقولي دايمًا لسه معايا وقت، إن أنا هابدأ من بُكرة، هابدأ من بعده، لمّا يحصل حاجة معيّنة، ده مش صح، ده مش بيعمل أي حاجة غير إن أنتِ بتفضلي أنا مستنية، وما فيش حد هييجي يعمل لِك، وما فيش حد هييجي يبدأ مكانِك، وما فيش حد هييجي يقول لِك يالّا قومي ابدئي، لأ، ما تستنيش ده، أنتِ لازم تبدئي، وأنتِ اللي لازم تعملي كل حاجتِك لنفسِك، أنتِ اللي لازم تبقي أنتِ بتشجّعي نَفْسِك، تبقي أنتِ اللي بتحفّزي نَفْسِك، حُطّي لنَفْسِك مكافأة، حُطّي لنَفْسِك deadline تشتغلي عليه، أو خلاص الوقت ده لو جِه أنا هاحرم نَفْسي من حاجة معيّنة مش هاعملها، أو لو الوقت ده جِه وأنا عملت وأنجزت، فأنا هادّي لنَفْسي مكافأة معيّنة. اشتغلي مع نَفْسِك على كده، لإن ما فيش حد هييجي يقول لِك قومي، ما فيش حد هييجي يقول لِك يالّا، ما فيش حد هييجي يقول لِك انجزي، لأ، أنتِ اللي هتقولي ده لنَفْسِك، وأنتِ اللي هتعملي ده لنَفْسِك. ده لو أنتِ عايزة فعليًا تتغيّري، وده لو أنتِ عايزة فعليًا تبقي نسخة أفضل من نَفْسِك. وخلّينا نيجي للحاجة اللي بعد كده، واللي هي برضه ما بتقلّش أهمية عن اللي فاتوا، لإن فعليًا برضه بتخلّينا واقفين في مكاننا كتير أوي، وهي إنِّك بتفكّري أكتر ما بتتحرّكي. بمعنى إن أنا باقعد أفكّر وأخطّط وأرتّب واكتب، بس هتسألي بقى على فعل، لأ، ما فيش. أنا بس كل ده حاجات أنا بارتّبها وبافكّر فيها وباخطّط لها، بس ما باعملش حاجة.
فكرة إن أنتِ بتاخدي وقت تخططي، بتاخدي وقت تفكّري، بتاخدي وقت تكتبي، بتاخدي وقت تدوّري، دي كلّها بتاخد طاقة ومجهود منِّك. الطاقة والمجهود دي بتتحسب من المجهود اللي أنتِ بتحطّيه في التنفيذ وفي الفعل نفسه. فلو أنتِ قلّلتِ ده، لو أنتِ قلّلتِ الوقت والطاقة والمجهود اللي بتحطّيه في الحاجات دي، هتبدئي تركّزي على الفعل. أنتِ محتاجة بس إن أنتِ تقولي أنا هابدأ أعمل كذا وخلاص هاعمل كذا ده بطريقة 1، 2، 3 خلاص الموضوع بسيط. مش محتاج إن أنا أقعد أسوّف وآخُد وقت، النهارده هاخطّط، بُكرة هاكتب، بعده مش عارفة هاعمل إيه. لأ، هو الموضوع محتاج منِّك قعدة واحدة بس. التفكير المُبالغ فيه ده دايمًا بيخلّيكِ واقفة في مرحلة أنا هابدأ، بس بنبقى واقفين في مرحلة هابدأ ولسه ما بدأناش. فأنتِ محتاجة تبدئي تنفّذي قاعدة الدقيقتين، أو هنخلّينا نقول إن هي مثلًا قاعدة ال5 دقايق. أي فكرة تيجي في دماغِك أو أي فكرة تيجي في بالِك جرّبيها لمدة 5 دقايق، مش هاقول لِك دقيقتين لإن دقيقتين ده وقت قليل أوي، فجرّبيها لمدة 5 دقايق بس. ده هيبقى أسهل بكتير وهيوفّر عليكِ وقت ومجهود كبير لو قعدتِ تفكّري فيها بالساعات، لإن أنتِ هتقعدي تفكّري بالساعات وهتلاقي دماغِك بتشتتِك في 100,000 حاجة تانية مش بتفكّري في الحاجة دي بس. فلو أنتِ اديتِ نفسِك 5 دقايق بس بتركّزي، بتفكّري أو بترتّبي للخطة أو للفكرة اللي جات في دماغِك دي، ده هيفرق معاكِ كتير أوي، أوي، أوي. وفي حاجة تانية، إنِّك دايمًا بتفكّري إن أنتِ عايزة لمّا تعملي حاجة تطلّعي حاجة مثالية أوي، ده هيعطّلِك وهيعطّلِك أكتر. يعني مثلًا أنا عايزة أبدأ أعمل قناة على اليوتيوب، وفكرة إن أنا أعمل قناة على اليوتيوب دي أنا عايزة أنزّل فيديوهات بطريقة معيّنة، بتصوير معيّن، بquality معيّنة، فأنا مستنية بقى أبقى أضبّط الإضاءة وأبقى أضبّط الصوت وأبقى أضبّط الكادرات اللي هاصوّر بيها وأبقى أضبّط الفكرة، وبعدين أبقى أعمل القناة. دي فكرة بتعطّلِك، أنتِ مش هتتعلّمي، أنتِ مش هتاخدي خبرة غير لمّا تنفّذي، لمّا تعملي الحاجة نفْسها. ففكرة إن أنا باقعد أرتّب وباخطّط وما بانفّذش، ما لهاش معنى، ما لهاش معنى. التخطيط من غير تنفيذ ما لهوش أي فايدة، وأنا باقول لِك الكلام ده وأنا عندِك أنا أهو coach تخطيط، وفعليًا لو بتخطّطي من غير ما تنفّذي ما لهوش لازمة. فإحنا ليه بنبذل مجهود، ليه بنقعد نفكّر، ليه بنقعد نرتّب، ليه بنجيب planners وناخد session ونحضر workshop هنا وworkshop هنا ونشتغل على التخطيط ونتعلّم ونثقّف نَفْسنا في التخطيط أوي وإحنا ما بننفّذش. فكرة إن أنا باقعد أخطّط دي بتحفّزنا وبتشجّعنا، وفي ناس كتير أوي على فكرة بتُقف على خطوة التخطيط. يعني أنا خطّطت فبتبقى هي كده خدت اللذة والمتعة بتاعة إنها عملت حاجة، وبعدين بقى خلاص بيبقى صوت صرصور حقل بعد كده، فده مش صح. التخطيط والتنفيذ مرتبطين ببعض، ما ينفعش إن أنا أخطط من غير ما أنفذ، هيبقى تخطيطي ما لهوش لازمة. ولو نفذت ممكن التنفيذ بتاعي ما يكونش أحسن حاجة وما يكونش بأحسن جودة لو أنا مش مخطط له صح. فلازم نكون موزعين الطاقة بتاعتنا صح. أنا باخطط وبانفذ، مش باخطط وباكون خلاص أنا كده حسيت بالمتعة واللذة بتاعة إن أنا أنجزت وبعدين ما نفذتش حاجة، ده مش صح. خامس تصرُّف ممكن تكوني بتعمليه مع نَفْسِك هيخلّيكِ مش قادرة تتحرّكي وواقفة في مكانِك، وهو كلامِك مع نَفْسِك أو جلد الذات. إن مع كل غلطة أنتِ بتقعدي تحسّسي نَفْسِك بقد إيه أنتِ فاشلة، وبتحمّلي كل الأخطاء على نَفْسِك ودايمًا حاطّاها في موضع لوم، أو إن كلامِك مع نَفْسِك بيكون دايمًا أنا أصلًا مش هاعرف، وتقعدي تكسّري مقاديفِك وتبقي حاسة إن أنتِ لأ، الحاجات دي كبيرة عليكِ وتتهرّبي بحجة إن أنتِ مش هتقدري ومش هتعرفي. هو ده مش بس بيوقّفِك مكانِك، هو ده بيخلّيكِ تبعدي عن أي محاولة تانية أنتِ ممكن تعمليها في أي وقت. في أخطاء ساعات بتكون خارجة عن إرادتنا أو سوء تصرُّف مننا، ولكن إحنا بنتعلم منها، ودي حاجة مش معناها إننا فاشلين. وحتى لو مش بتعرفي فأنتِ ممكن تتعلمي، أو قولي على الأقل هاحاول. فكرة إن أنتِ كلامِك مع نفسِك بيكون سلبي، ده بيكسّر مقاديفِك وبيخلّيكِ دايمًا أنتِ مش قادرة تاخدي خطوة لقدّام، بيخلّيكِ دايمًا مش هاعرف، مش قادرة، أنا مش قد الموضوع ده، أنا مش قد اللي ممكن يحصل، أنا حاجات كتير وأفكار كتير سلبية بتخلّينا متعطّلين، بتخلّينا واقفين، إحنا مش قادرين، مش قادرين نتحرّك بسبب أفكار سلبية وكلام سلبي إحنا بنقوله لنفسنا طول الوقت.
تخيلي كده انت لو بتشجعي حد هتقولي له ايه؟ يلا، عايش، انت قدها، ابدأي، حتى لو وقعتي كملي، حاولي. ده يكون كلامك مع نفسك، عشان ده اللي هيشجعك ان انت تتحركي وتاخدي خطوة لقدام. والتصرف اللي بعد كده والغلط اللي بنقع فيه، واللي هقول ان انا ساعات برضو بقع فيه زيكم، اننا بنضغط على نفسنا بزيادة. في فرق كبير بين انك تكوني مجتهدة وانك تكوني منهكة او مجهدة. ساعات بنفكر ان كل ما نعمل اكتر ده معناه ان احنا هننجز اكتر، بس اللي بيحصل العكس. بتوصلي نفسك لمرحلة انك خلاص مش قادرة وجسمك تعبان، وهنا تبدأي تلومي نفسك انك مش منتجة كفاية. للأسف الضغط الزايد بيخلي كل خطوة ممكن نعملها تبان أصعب، وكل حاجة تقيلة، وتفضلي دايما حاسة انك مضغوطة. والحل هنا مش انك تعملي اكتر، يمكن الحل في انك تعملي اقل بس بتركيز اكبر. الحقيقة ان انا اوقات كتير لما بوصل للمرحلة دي بكون حاسة ان انا فعليا من كتر الضغط انا مش عارفة اركز انا محتاجة اعمل ايه اصلا. يعني انا من كتر ما انا حاسة ان انا مضغوطة ورايا حاجات كتير قوي، فانا مش قادره انظم نفسي، مش قادره انظم الحاجات اللي انا عايزه اعملها دي عشان ابدا فيها واحده ورا التانية. مش قادره ان انا ارتب يومي، مش قادره ان انا اعيش تفاصيل حياتي بطبيعتها وانا دماغي فاصله وهاديه ورايقه، ومش قادره ان انا افكر اصلا في اي حاجه. لان الضغط اللي احنا بنحط نفسنا فيه ده بيخلي دماغنا دايما مشغوله، بيخلي دماغنا دايما مش عارفة تركز. أنا محتاجة إن أنا أفصل. فالحل إنك ما بين كل فترة والتانية بتحتاجي تفصلي. خدي لنفسك يوم بريك، افصلي وارتاحي فيه، لأنك من غير راحة انتي مش هتقدري تكملي. وبجد أنا عايزة أقولك حاجة كده من قلبي، انتي مش لازم تثبتي نفسك كل يوم. في أيام الهدف الوحيد منها بيكون إننا نرتاح، إنك تريحي جسمك وروحك عشان بعد كده تقدري إنك تكملي بطاقة حقيقية. مش انك بتباني قادرة او بتقولي انا قادرة وانت من جواكي نص نص. وخلينا نيجي لاخر حاجة ممكن تخليكي واقفة مكانك، انك حواليكي طاقة غلط. يعني انت في بيئة مش هتساعدك. الناس اللي حواليكي ممكن تكون سبب لانك تتحركي خطوة لقدام، او انك تفضلي واقفة في مكانك، لان الطاقة بتتنقل والبيئة اللي انت فيها بتسحبك ليها وانت مش حاسة. لو طول الوقت حواليكي ناس بتشتكي، او كل مرة تتكلمي فيها عن حلمك تلاقي رد زي ما هو كله كده، او خليكي واقعية شوية، للأسف بعد فترة انت هتبدأي تصدقيهم. واللي بيحصل انك بتبدأي تشك في نفسك، لانك بتسمعي الكلام الغلط من الناس الغلط. خليكي واعية للطاقة اللي بتاخديها من اللي حواليكي، وابعدي شوية عن كل اللي كلامه سلبي، ودوري انت على الناس اللي تتكلمي معاهم اللي يحسسوكي بالأمل وبالحماس ويشجعوكي. وابدأي انت اخلقي بيئتك، البيئة اللي تفكرك دايما بنسختك الأفضل، لأن الطاقة اللي حواليكي يا إما هترفعك يا إما هتسحبك لتحت. وبس كده اللي أنا اتكلمت فيه ده زي ما هي تصرفات ممكن تكون بتخلينا واقفين في مكاننا، هي حاجات تنور جوانا أفكار احنا محتاجين نشتغل عليها ونغيرها. لو انت مش عارفة تبدأي منين أو مش عارفة انت محتاجة تغيري ايه، فلو انت لقيتي نفسك بتعملي حاجة من الحاجات اللي أنا قلت عليها دي، فانت محتاجة تركزي على الحاجة دي وتبدأي تشتغل عليها وتغيريها. ولو فعليا لقيتي نفسك بتعملي واحد أو أكتر من الحاجات دي، انت متقلقيش، لأن أول وأهم خطوة انك تكوني واعية بالغلطات اللي انت بتعمليها وتبدأي تاخدي خطوة صغيرة تجاهها يوم ورا يوم. وبس كده، ان شاء الله في فيديوهات جاية هنتكلم مع بعض عن مواضيع أعمق من كده بكتير، ونبدأ نشتغل عليها واحدة واحدة. لو انتوا عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت وتشتركوا في القناة، ده أكيد. حبيت بس ان انا افكركم عشان في ناس كتير بتتفرج من غير ما تعمل لايك ومن غير ما تعمل سبسكرايب في القناة، فما تنسوش. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم وتكونوا استمتعتم بيه. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.